أهلا بيك في أقوى مفاجأة في الموسم الجديد. خيسوس أحد أبرز المدربين اللي مروا على تاريخ الهلال، وفعلا صنع مع الهلال أسطورة لهذا الفريق الكبير، وقدم أفضل وأقوى مستوياته مع الهلال. خيسوس أحد أهم المدربين اللي حصلوا على عدد كبير من البطولات مع نادي الهلال. الآن أصبح رسميا مدربا لنادي النصر. أنا عارف أن أنا متأخر في المقطع، ولكن حبيت أخذ الوقت الكافي. هل القرار من النصر فعلا مفاجأة الموسم؟ راح نشوف مدرب تعودنا عليه وعارفين أسلوب لعبه، وراح يكسر الدنيا في الموسم القادم، وهو اللي عارف مفاتيح الهلال. هل راح يكون هو الخنجر اللي راح يطعن في ظهر الهلال، أم أنه راح يكون قرار متهور من النصر وإدارته بالتعاقد مع مدرب كبير في السن، أصبح اكسبايرد منتهي، ما عندهوش اللي يقدمه جديد مع نادي النصر؟ بعد ما تصلي على النبي وتضغط لايك وتشترك بالقناة، تعال نتكلم أولا على عقد خيسوس. أكيد كلنا تفاجأنا بتعاقد النصر مع المدرب خورخي خيسوس مدرب الهلال سابقا. عقد خورخي خيسوس بيتكون من 7 مليون دولار فقط يا صديقي، ولكن عنده حوافز على البطولات، ومن هنا أعتقد قوة المفاوض النصراوي مع خيسوس في هذه النقطة. مش حوافز على الانتصارات فقط، لا، النصر كان بيقدم موسم فيه من الانتصارات ولكن 0 بطولات، وهو ده بالضبط اللي بيحتاجه نادي النصر، الحصول على بطولات. النصر بيقدم موسم قوي، موسم تنافسي، أحد أهم وأصعب الأسماء اللي موجودة في الدوري، في دوري قوي جدا وعنيف، ولكن في الأخير لا يحصل على البطولات اللي بترضي جماهير النصر. تعال نشوف طلبات خيسوس واللي راح تطمئن كثير جدا جماهير النصر. الطلب الأهم والأقوى والأجرأ اللي طلبه خيسوس قبل تعاقده إنه راح يريح رونالدو 25% من المباريات. أخيرا أتى مدرب يقدر يفاوض رونالدو على مشاركته وعدم مشاركته في بعض المباريات. يعني ممكن تشوف مباراة حاسمة ومباراة قوية ومباراة تنافسية ما بين النصر وأي فريق على أي بطولة، وترى كريستيانو رونالدو موجود على دكة البدلاء، والاتفاق مع كريستيانو كاسم كبير واسم تسويقي ولاعب أسطوري ولاعب له التاريخ الكبير جدا، والوصول معه إلى اتفاق على 25% من المشاركات أعتقد يستحق عليها خيسوس قبل البداية شابو تحية. أما الأمر الآخر واللي واضح ان خيسوس يا اخوان راح اتكلم لك فيه في الايجابيات، ولكن المدرب مركز جدا في مشاكل النصر. خيسوس طلب اظهره ثم أظهرة ثم أظهرة ثم أظهرة لنادي النصر. واضحة جدا المشكلة اللي موجودة في النصر بأنه بيلعب بهجوم قوي جدا، وسط ملعب قادر يقدم أدوار هجومية، عنده مشاكل وأخطاء كانت فادحة في خط الدفاع، وعلى الخصوص في عدم الإمدادات من ناحية الأظهرة اللي قادرة إنها تقدم الفريق بالشكل الهجومي. تعالوا نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات بالنسبة لمدرب النصر الجديد خيسوس. بالنسبة للإيجابيات واللي هي أكثر بكثير جدا من السلبيات، إنك تعاقدت مع مدرب خبير جدا 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 بكل ضروب الدوري السعودي، مدرب قارئ جيد جدا جدا لكل المشاكل اللي موجودة في الدوري السعودي. الأمر الثاني والمهم جدا، خورخي خيسوس من أفضل المدربين في التعاقد والصفقات، ومن أقوى المدربين في الضغط على الإدارة وعلى المسؤولين في إنهاء التعاقدات والصفقات، وده شفناه مع نادي الهلال. كان دائما ما بيطالب بصفقات وتعزيز صفوف نادي الهلال بلاعبين يفرقوا جدا مع الفريق. أما الأمر الآخر والمهم جدا، إنك بتحصل على مدرب صاحب شخصية قوية جدا، قادر إنه يقود فريق مهما كان فيه موجود عدد كبير من النجوم. يا إخوان، النجوم الكبار والأسماء الكبار بتضع ثقل كبير جدا على المدرب وطريقة تعامله مع بعض اللاعبين. عندنا مشكلة في أغلب المدربين اللي مروا على النصر في الفترة الأخيرة، وبالذات في ظل وجود كريستيانو في النصر. أنا مش بقول إن كريستيانو نقطة سلبية، ولكن كان محتاج مدرب يمتلك شخصية قوية جدا يقدر يفرضها على رونالدو أو على غير رونالدو، وهذه متوفرة وبقوة في خيسوس. أما لو رح نتكلم عن الشق الإيجابي في مسيرته مع نادي الهلال، فهو لعب مع الهلال 120 مباراة، حقق من خلالها 96 انتصار، 14 تعادل و10 خسائر فقط في 120 مباراة، نسبة الانتصار 80%. هل أنت متخيل هذه النسبة اللي كان بيحققها خيسوس مع الهلال؟ فعلا إحصائية مرعبة جدا لهذا المدرب. أما لو راح نتكلم عن أسلوب لعبه من ضمن الإيجابيات، فخيسوس قادر إنه يقدم لك فريق هجومي من طراز عالي ومخيف، يضغطك إلى الدقيقة ما بعد 90، وقادر إنه يضغطك بأكبر عدد من اللعيبة، سواء
الهجوم بوسط الملعب، بالأجنحة، بالأظهرة، بالأطراف، بالمحاور المدافعة. خيسوس أستاذ في الضغط العالي وأستاذ في الاستحواذ، وأحد أهم المدربين اللي راح يقدموا لك شكل هجومي مرعب ومخيف للنصر. هل هذا فقط؟ ما النصر بيضغط طول الموسم، النصر قادر انه يهاجم طول الموسم، ولكن في توازن كبير جدا في عملية الدفاع. تعالوا ننتقل الى سلبيات خيسوس اللي ممكن تواجهه مع نادي النصر. اولا ان خيسوس خاض فترة طويلة جدا مع الهلال في فترة ثم فترة اخرى، وممكن يكون المدرب حصل له تشبع من بعض المشكلات اللي حصلت معاه في الدوري السعودي وجاي عشان يحصل على المال، ممكن يكون امر وارد. الامر الثاني ان المدرب كبير في السن الى حد ما، فتغيير قناعاته بسهولة امر صعب جدا، والهلال في الفترة الاخيرة عانى من القناعات اللي كان يعني متمسك بها خيسوس رغم النتائج اللي ابتدت تهتز الى نادي الهلال. اهمها وابرزها تمسكه الكبير جدا بعلي البليهي على حساب نتائج المباراة، على حساب مطالبات الجماهير وغير الجماهير، فعنده بعض القناعات صعب جدا انه يغيرها. اما السلبيه اللي بعدها العصبيه الزياده والاوفر والمبالغ فيها فعلا لخيسوس. خيسوس يا اخوان ممكن يخليك تفقد تركيزك في ثانية بسبب العصبية الزايدة جدا جدا. أي نعم هي ممكن تكون مطلوبة في بعض الأوقات عشان أحمس اللاعبين، أقدر أسيطر على الفريق، ولكن لما بزيد على حدها بتنقلب إلى ضدها، فمحتاج شوية تضبيط إلى حد ما، وإن اللاعبين يبقوا فاهمين إن الراجل ده أوكي بيتعصب، ممكن يتنرفز على خط التماس، ولكن في الأخير هو مدرب كبير. أما السلبية الأخرى اللي ممكن نتكلم عنها بالنسبة لخيسوس، هل خيسوس راح يقدر يتعامل مع مجريات الدوري مرة تاني من الأول كأنه محتاج إنه يثبت نفسه، ولا هو جاي بسي في كبير صنعه مع الهلال وصنعه في الدوري البرازيلي وصنعه في الدوري البرتغالي؟ لأن خيسوس تواجد في 3 دوريات تنافسية قوية جدا صعب التنافس فيها إلى أقصى حد، الدوري السعودي وصعوبته بكامل نجومه، الدوري البرازيلي بكامل نجومه، الدوري البرتغالي، وفي ال3 دوريات قدم مستوى كبير ومشرف، وكان له سي في فعلا يتضح منه انه هذا المدرب مدرب عملاق. هل المدرب وصل لمرحلة التشبع ومن هنا نبقى في نقطة سلبية، ولا محتاج أن يبدأ مرحلة جديدة بطعم برتغالي خالص مع كريستيانو رونالدو وخيسوس وكل النجوم اللي موجودين في الفريق؟ هو ده اللي راح توضحه لنا الأيام بإذن الله تعالى. ولكن أنا كمحمد بزيد متفائل جدا بخيسوس مدرب لنادي النصر، وراح نشوف نسخة مختلفة وبالكلية للعالم نادي النصر. وصلنا للنهاية، لا تنسى مرة تانية انك تصلي على النبي، تضغط لايك، تشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وسلام.